السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يومين جالي الكومنت الجميل ده من أحد الأصدقاء هنا، قال لي: هل أنت شايف النادي الأهلي يستحق المكانة اللي هو فيها ولا لأ؟ هرد عليك بس فضل وليس أمر، يعني اللي مشترك معانا حط لايك وقول لي رأيك في الكومنتات، واللي مش مشترك اشترك يا اسطى، مش هيضرك. تعال نخش بقى، هل الأهلي يستحق أو لأ؟ للأسف، ودي حاجة صعبة عليا إن أنا أقولها، إن هو يستحق. تقول لي يستحق؟ والله حاجة صعبة ان انا اقول ان هو يستحق. هقول لك ليه بس يستحق يا اسطى. عندك الاهلي حاطط فعلا الاهلي فوق الجميع، وجمهوره حط الكلمة دي فوق الجميع. بيدور على مصلحته، مش همه بقى مبادئ. كلام مبادئ والحوارات ده اشتغلها، بس بيشتغلها في الاعلام. غير كده هو اهم حاجة مصلحته. هيكسب بره الملعب، بجوه الملعب، بلعيبة، بحكام. اللي هو بيضغط على الحكام، مشغل ناس في كل المنظومة. في كل المنظومة الأهلي له ناس فيها. الاتحاد الأفريقي، اتحاد الكورة مسيطر على اتحاد الرابطة، لجنة الحكام، كل حاجة الأهلي مسيطر عليها التجربة. فأنت هفوز غصب عنك. المستوى وجع، هضغط على الحكام من ناحية. الحوارات الحكام مش جايبة برضو، وفي لجنة الكورة، لجنة المسابقات تأجلي، لجنة الأندية، رابطة الأندية تأجلي. حاجات كتير. أنا هلعب في لعيب مش عايزه، هتدوس عليه بالجماهير، هدوس عليه والجماهير بتمشي ورا النادي وعادي. انما احنا جماهير الزمالك كيوت، كيوت زيادة عن اللازم. وده اكتر حاجة بتعصبني وبتغيظني. بلاش شغل الكيوت ده، بلاش والنبي عشان خاطر الكيوت ما تنفعش في الكورة. هما بياخدوا ملايين وربنا يزيدهم وكل حاجة، بس انا ليا النتائج، مش لي في حاجة اسمها اولاد النادي. يعني انا مش عندي حسام عاشور بعد اللي عمله كابتن التاريخي واكتر من الخطيب بطولات، في الاخر اترمى على الاتحاد السكندري. حسام غالي الكابيتان، ولما طلع يتكلم بس عن من وجهة نظره، وقال لك ده انت دي الخيانة العميل، على طول ارمي بره. يستحقوا الحاجة ديت، المكانة دي للحاجة دي بالذات، ان هم حاطين قدامهم الكيان. لو واحد طلع، يعني عندك ابو الدهب ولا ابو صفيحة ده، كل يوم يطلع يقولك الزمالك عنده ديو. انت مال اهلك يا اسطى؟ مش يقدر يتكلم على الاهلي عشان عارف هيتنبذ، زي مجدي عبد الغني، زي مصطفى يونس. اي حد دلوقتي اسمه ايه ده، حسام غالي دلوقتي اتنبذ وما عادش. بعد ما كان بيقول لك ده الكادر اللي هيبقى رئيس النادي بعد الخطيب، على طول على طول دلوقتي بره، طلعوه بره. حتى بقول لك جاله من غايب في اخر اجتماع، جاله حسام غالي، وفي حد تاني قال لا، على الحد التاني بس هو اللي غايب. يعني حسام غالي هوا كابتن الخطيب. اعجل يا اسطى، اعجل، اعجل يا معلم. في واحد تاني صديقنا عزيز برضو بيقولك: ايه رأيك في شيكو بنزا؟ شيكو بنزا عشوائي، عشوائي ولاعب يحس يوترك كده. ايوه بيعمل مجهود دفاعي، وبيطلع بالفريق بالكوره، وبيطلع بالسرعات ويخش، بس بيجي في الاخر يلعب باص سريع جامد جدا، لا اما بره خالص، لا اما يشوط في الكره اللي مش عايزه تتشاط، لا اما يباصي في الكره اللي عايزه تتشاط. عشوائي، انا شايفه عشوائي، واللي يقولها غير كده مش عارف بقى وجهة نظره. انا شايفه لاعب عشوائي، واتمنى ان احنا نخلص منه في يناير مع سيف الدين الجزيري، ونجيب كواليتي اعلى. انت لو جبت كواليتي اعلى مع مكان سيف ومكان شيكو بنزا، محدش هيقدر يوقف الزمالك. ده وجهة نظري، محدش هيقدر يوقف الزمالك.